السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. عشان كتير الفيديو اللي فات. النهارده احنا إن شاء الله كده هنخض الجربة. الناس اللي طالبة خض الجربة وكمان تقول يا محمد عملنا خض الجربة عملنا خض الجربة. أنا هعمل لكم خض الجربة النهارده بسم الله ما شاء الله. وبس أهم حاجة كملوا معانا كده لآخر الفيديو عشان الفيديو يقترح، وبعدين محدش يقول لي يا جماعة الجربة قديمة وغير الجربة والمواضيع دي. لأني أنا أصلا الجربة طالما جت المصلحه خلاص، طالما انا بحب فيها والمصلحه مقضيه وبتطلع زبده وتمام وحلوه خلاص. انا اي ما تسمعوا الفيديو وبعدين تقولوا لا ده الجربه احنا عايزينها حمراء، لا ده غير الجربه، لا ده الجربه مقطوعه، احنا عايزين جربه جديده، عايزين جربه كبيره. انا هاخد اهو زي ما انتوا عايزين الجربه. لان انا اصلا في الجربه دي بتبقى اولا جربتها كبيره بس ما فيهاش ارباح اصلا، مش عارفه ليه. نبدأ بقى ان احنا ننفخ الجربة على قدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بس الفيديو يعجبكم يا جماعة. بدأ انفخ الجربة. انا بصراحة انا بزعل جدا لما بلاقي ناس انا باجي لهم مثلا كلامه بيتكلم كلام تاني خالص، بحس ان هم بس موقعوش الفيديو اصلا، بس موقعوش الفيديو. بسم الله. يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. القطع بقى ده اللي انتوا بتزعلوا منه، القطع ده وهو الجزار بيسلخ الجلد من على الجدي، فالسكين جه هنا كده، فانا كده ربطها بسبب كده، ان هي الجلده جديده ما فيهاش اي حاجه ابدا، هي غير القطع اللي الجزار قطعها هنا وانا ربطها، بس ربطها ربط واحد اهو. انما الجربه حلوه وخضها حلو يعني ما شاء الله، ما بتاخدش وقت وحلوه يعني في الخض. هصلي على سيدنا محمد كده خليكم معانا كده وتابعونا كده عشان خاطر الفيديو لما يقترح والمشاهدات تبقى حلوه كده. اعمل لكم فيديوهات خط كتير. انا اللي بيحبطني من الفيديو الخط انا بصراحه ما بيبقاش عليه ارباح، مش عارفه ليه، يعني انا معانا جايب مشاهدات بس ما عنديش ارباح، عارفه الحكايه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا الخط ده توكلنا على الله. مسكته كده عشان اسلخكوا صوت اللبن والخض يعني كده في الجربه، عشان بعد شويه كده صوتها يتغير. لو تعرفوا صوته يتغير هتعرف يعني ايه. هقول لكم السبب اللي خلى صوت الجربه يتغير. بس بالله عليكم تشجعوني كده باللايكات والمشاركات. اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزل نطلع على طول. احنا قناه تعريفيه محتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناه ما فيها ريفيه، بنتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلوا مع الكلام الفلسطيني والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. وطبعا عايز لسه خلي الجديد الناس اللي عامل ازاي وكلكم عارفين الخبز الرسول ونورتونا. خلصت الجربه يا جماعه اهو. انا عايز كتير انتوا بتحبوا
بتحب تسمع صوت الجربه وبتحب تسمع صوت اللبن في الجربه، انا كده هسكت وهي بسيبكم مع راحتكم بقى مع نفسكم كده تسمعوا صوت الجربه زي ما انتوا عايزين. على فكره الجربه دي جميله جدا عجباني، يعني انا عجباني الجربه. طبعا اللبن ده احنا بنحوش لما بناخد اللبن بنحلب اللبن، فاحنا بنروح نوديه مكنه الفرز وبناخد القشطه اللي هي اللبن اللي فيه خير يعني ونحطه هنا في الجربه. اما اللبن الثاني اللي هو الخليط نحط فيه ملح ونعمل جبنه قديمه، اللي هي الجبنه اللي احنا بنلمها ونخزنها ونعملها جبنه قديمه وكده يعني. اما دي اللبن اللي هو بيبقى فرزات خضاضه او مكنه الفرز بيكون فيه خير كده، فاحنا الجربه جربي يعني دخل تغيير اهو بدا ان هو يكتب. يا رب صوت واضحه لكم ان انا قاعده اهي في الضله وفي شمس هنا في الجنب كده، يعني صوت الجربه كده جرب يكتب. اول ما يبدا يكتم يبقى ماليش صوت خالص، ترجع بقى ترجع الصوت يرجع تاني وخلاص تبدا كده ترجعنا عادة تزيد من اللبن يعني. طبعا انا بحط لما اكون صاحيه اخد كده الجربه بحط اللبن بحط الجلد في الثلاجه، يعني انا ببيت الجربه دي في الثلاجه وببقى حاطه القشطه اللي هي بتاع اليوم اللي فات، يعني ما ينفعش ان انا النهارده شويه احط اهو واعبي الجربه لبن، ما ينفعش ان انا اعبيها قشطه جديده الجربه واحط، لا لازم يبقى القشطه بايته فيها من الليل، ما ينفعش ان انا اعبيها كده النهارده واحط، ولازم اخليها في الثلاجه في وقت الجو اي حر، يعني الجو بدا يبقى حر كده، فبحطها في الثلاجه عشان الزبده تطلع كانها زبده شهر واحد، تبقى زبده حلوه كده ومفيهاش لبن ولا فيها ميه ولا حاجه. قلنا نحط بقى علشان نعمل نعمل كل سنه وطيب الكحك والبسطويت، بنحب السمن البلدي برضه بنشكل بنديها على ده، يعني بنحط سمنه بلدي على سمنه من النباتي، يعني نعمل الكحك الدايب نعمل البسطويت، بيحب ان هو يخش لي سمن بلدي، فانا قلت احط الجربه بقى عشان عشان نعمل الكحك يعني كل سنه وانتم طيبين. هتشوفوا معانا في دلوقتي الكحك الدايب والكحك والبسطويت ان شاء الله كل يوم كده نعمل لنا فيديو مره على البسطويت وفيديو مره على الكحك الدايب ومره على الكحك البلدي اللي هو الفلاح المدور ده، ان شاء الله هنعمل كله معاكم ان شاء الله.
كتير كتير. طبعا عشان تحافظي على الجربة سنة واثنين وثلاثة لازم على طول اغسلي فيها بالملح. الملح هو اللي بيحافظ على الجربة دي. تغسليها وتعبي فيها القشطة وتغسليها وتحطيها في حاجة زي كده وتحطي لها ملح. شايفين سمعت الجربة اتغير ازاي، الخلط اتغير ازاي، لان بدأ ينتزل الزبدة من اللبن. كده بدأ ينتزل من اللبن. شايفين التغيير؟ يا رب بس يكون فاصل لحد عندك كده ثانية. بدأت عذرة بدأ من الخلط الصوت اتغير خالص. دلوقتي ده اتغير خالص لان الزبدة بدأت تعزل. هي بقى وحديها واللبن وحديه، الصوت بيتغير بقى والصوت بيعلى، يتغير وبيعلى كأنك كده بتحط حبة مية تحط فيه.
نبدا نشوف وصلنا لحد فين. عمل زبده ولا لسه؟ بسم الله. عمل زبده ما شاء الله، يعني زبده تستاهل دول كده. هشوفها دلوقتي. شو معانا زبده دلوقتي. انا هفضي الجربه واشوف الزبده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي يا جماعه. بدل يحطوا لنا ايه اللايك. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في اللبن ده اللي احنا شايفين اللي احنا بنعمل ايه، بنعمل جبنه فوش باللبن دي، بيتحط على النار يتشوي وبنعمل عملت معاكم كذا مره قبل كده على القناه. الزبده اهي زبده بقري يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي شايفين زي زبده شهر واحد بالظبط. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. ده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم، يا رب يكون امتعناكم، كنت دايما عند حسن ظنكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا احلى اخوات.